حب السيطرة أو الامتلاك بين الشريكين بالذات وفي العلاقات. ساعات كتير بنلاقي الطرف الآخر عنده الحكاية دي بس ما بيقولهاش بصراحة، لكن بتلاقي الطرف الآخر سواء ولد سواء بنت سواء صديقة بيبدأ يبعد عنك كل اللي حواليك. سواء بيكرهك فيهم، سواء بيطلب صراحة بدعوى إنه غيران، إنه مش مرتاح، إنه بيحبك، إنها بتحبك، كل ده. المهم بيبدأ يخلي الدايرة اللي حواليك ما فيهاش حد غير انت وهو وبس، علشان بعد كده لما يحرمك او يحرمك منه، آه، ما تلاقيش حد، فتضطر تقوله طيب وحاضر لانك بتخاف، لان ما عادش ليك حد. اللي عنده السيطرة وحب السيطرة ده بيعمل كده علشان يفضل طول الوقت مسيطر عليك، طول الوقت. ما انتش شايف وجهة نظر تانية، ما انتش شايف حلول تانية، ما انتش شايف أفكار تانية، ما انتش شايف أشخاص تانية. فبيبقى هو بس اللي في دايرة حياتك. وحتى لما بتكتشف ده وتبدأ تحاول تبعد، بتلاقي نفسك ما انتش عارف تتصرف، ما انتش فاهم حاجة في الحياة كتيرة، لأنه ما سابلكش خبرات، ما سابلكش ناس، ما سابش ليك اختيارات. فبتضطر تفضل موجود لأنك خايف، خايف من التغيير، خايف انك تنجح او ما تنجحش. بتبدأ تتشكك في نفسك، لانه مع الوقت وان تفريغ الدايرة اللي حواليك بيخليك انت نفسك تشك في امكانياتك. الشخص اللي عنده حب السيطرة بالطريقة دي، انه طول الوقت بيقلل منك علشان يقدر يسيطر عليك، ابعد عنه، ابعد عنه من غير خوف. حتى لو انت لوحدك غلطت وتعبت، هتتعلم، وبعد الغلط هيبقى فيه صح، هتقدر تبني شخصيتك. لكن طول ما انت معاه، انت هتفضل دايما حاسس بالقلق والتوتر وعدم الأمان، وكل الوقت ما يعدي كل ما هيبقى صعب تبعد. فلو سمحت ابعدوا بسرعة عن الشخص المسيطر بهذه الطريقة، اللي عنده حب امتلاك رهيب، لأن ده مش حب حقيقي، ده مرض. فابعدوا.